ايه الفرق ما بين الدفاع المتقدم والدفاع المتأخر؟ يعني ايه؟ دايما بنسمع الكلام ده بيلعب بدفاع متقدم وده كان بيلعب بدفاع متأخر. الموضوع سهل وبسيط. يعني الفرق ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية في المغمض ان الهجومية انا معايا الكورة كده، انا في الحالة الهجومية من اول حارس المرمى لاول للاسترايكر. ولو انا في الحالة الدفاعية برضو في المغمض انا ما معيش الكورة، هيبقى هقوم بدور الدفاعي سواء حارس مرمى او لحد الاسترايكر برضو هقوم بدوري الدفاعي. طيب الحالة الدفاعية او الدفاع المتقدم انا ما معيش الكورة، هقابل الفريق المنافس من انهي مكان في الملعب. ادي اهو تلت وادي تلت وادي تلت، هقابله من انهي تلت؟ تمام. هقول لك الدفاع المتقدم هو ان ادي خط الخلف اهو، طبعا قدامه برضو رصة الفريق بيبقى متقدم هنا اهو، بنقابل من نص الملعب، ده كده اسمه ايه؟ دفاع متقدم. خط الخلفي قريب من دايرة السنتر، وطبعا قدامه بقى بقيت طريقة اللعب 2 4 2 3 1 4 3 3 بيبقوا فوق بعض كده ايه كومباكت كده، بيبقوا واحدة واحدة وبيقابلوا الفريق التاني على حسب بقى نوع الضغط بقى، هل هم بقى بيضغطوا ولا هل هم بيقابلوا في نص الملعب ولا ايه بيبقوا هاي بريس من قدام. تمام. بس احنا بس دلوقتي بنتكلم في الخط الخلفي، ده اسمه دفاع ايه؟ متقدم. يعني انت لما تشوف الماتش تلاقي الاربع لعيبه في الخط الخلفي، الباك رايت والباك ليفت والسنتر باكين في نص الملعب او قبل نص الملعب، اعرف ان ده دفاع متقدم. طيب ايه هو الدفاع المتاخر؟ الدفاع المتاخر هو ان انت هتقابل الفريق الثاني في تلت ملعبك. يعني اهو 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 بالظبط، ادي المرمى اهو بتاعنا اهو، وده خط الخلفي. زي هيكتور كوبر مع المنتخب لو تفتكروا، عبد الشافي وحجازي وعلي جبر واحمد فتحي، كنا دايما بنقابل اي فريق من تلت دفاعنا عشان كنا بنقول عليه مدرب دفاع، وهكذا بنقابل الفريق من تلت دفاعنا. هو ده الدفاع المتاخر، هو ده الدفاع المتقدم، وده الفرق ما بينهم.